حبايب قلب مدام، بص كده اوضه الاطفال كانت متبهدله، هتشوفها في الفيديو القصير. بص خلتها فله كده، فله. بص نضفناها وخلتها نظيفه زي الفل. استنى اوريكم الصاله حالا لما انا هنضفها. الصاله متبهدله حالا، اوريها لكم وهي متبهدله واوريها لكم وهي نظيفه. بصوا يا حبايب قلبي، مفيش كل حاجه مفيش من مكانها صح. يلاقي عيالي مبهدلين الارض ومبهدلين الكنب ومبهدلين الدنيا. بص كله ده هيتشال وهيتنضف. كله ده هيتشال وهيتنضف. بص كده، اول كنبه رتبناها وداخلين على الكنبه التانية. وبعد كده اخر حاجه الارض ننضفها. بص بقى يا حبايب قلبي، نضفت الكنب كده بص الكنب زي الفل هالكنب. بص الارض، شايفين الارض؟ هحوش كله جوه بقى وهكنس. بص كده حلاوة الارض، شايفين الارض؟ الارض متبهدلة يا حبايب قلبي، متبهدلة خالص. بص استنوا بقى هوريها لكم. هخليها فلة كده، هخليها فلة. بص كده خلانا الارض فلة كده. هو عامة البلاط اللي عندنا دي ما بيبانش على النظافة خالص. هنروح نحط مية كده همسح الصالة عشان الصالة متبهدلة. اكتر حاجة بنقعد فيها الصالة. احط مية كده وامسحها. بص الكنب خلتها فل كده. احط مية واوريكم بعد ما احط مية وهمسحها. بص كده جبنا المية ورايحين نمسح. قمنا الفرشة كده تحت الكنب عشان الفرشة ما تتبهدلش. ورايحين نمسح. هلا نمسح بس مش عارفة عشان ماسكة التليفون. نغرق كده وندعك كده في الارض بالشرشوبة. بس الارض مطلعة طين. شايفين الارض مطلعة طين عشان احنا بناكل هنا وبنقعد هنا وبيلعبوا العيال، عشان كده متبهدلة. استنوني حالا اوريها لكم بعد ما امسحها. طيب قلبي كده خلصت مسيح كده وخلصت فريش وهنشفها وخلاص. كده خلصنا. شايفين الارض يا حبايب قلبي؟ رايحين بقى نفرشها، بس تنشف شويه كده وانشفها، يعني تنشف وافرشها. واستنوني يا حبايب قلبي. بس كده هنفرش السجاده يا حبايب قلبي. لازم بفرشها عشان ما بحبش الارض كده. في التعليقات بيقولوا لي يا ماما ما تفرشيش الارض. بس انا بحب افرش الارض يا حبايب قلبي. ما بحبش اقعد على البلاط. العيال هيبهدلوه ويخربوه. ما ينفعش اقعد على حاجه كده، على سجاده. هشتري حصيره شويه تاني نازله السوق، هشتري حصيره عشان السجاده سخنه. انا عارفه ان السجاده سخنه، بس افرشها مؤقتا كده. من اللي شويه تاني هنزل اشتري حصيره وهوريكم الحصيره اللي انا هجيبها يا حبايب قلبي. ما بحبش اقعد على البلاط كده على الارض، لازم اقعد على حاجه، لازم. نجيب فرطه بقى نفرشها هنا. جبنا فرطه كده استنونا افرشها وارجع لكم تاني يا حبايبي. بص كده يا حبايب قلبي، خلصنا وفرشت الترابيزه زي ما قلت لكم. بص الحلاوه، شايفين كده الدنيا رايقت وبقت الدنيا حلوه كده. ارتحت نفسيا كده. شويه تاني زي ما قلت لكم هنزل اجيب حصيره عشان السجاده دي سخنه. بس انا ما بحبش اقعد في الارض. احب افرش حاجه يعني اقعد عليها، بس ما بحبش ادوس في الارض كده.
لو بلاط ماشي، لكن دو بلاط اسود مش بحب شكله. بس والمطبخ هو نضفناه كده ورتبته. هو دي البوتاجاز مسحته كده بس يعني. برضك وانا نازله هجيب الالومنيا دي بتاعت البوتاجاز هديه، عشان دي وسخت، مسحتها كده على قد ما قدرت. وادي المطبخ، وادي هو المطبخ بتاعنا هو كده، كل حاجه في مكانها، كل حاجه في مكانها يا حبايب قلبي. اوضه الاطفال زي ما وريتها لكم نظيفه وزي الفل. والاوضه الكبيره انا بنضفها لوحدها، الاوضه الكبيره ما بحبش انزلها على طول يعني. ويلا سلام يا حبايب قلبي. ايه رايكم في العده؟ العده الجديده دي انا بصور بالعده الجديده يعني. بص الكاميرا بتاعتها تحفه، تحفه. يلا يا حبايب قلبي بقى، مش عارفين نعمل ايه فطار. انا جحت مش عارفه اعمل ايه فطار، مش عارفه اعمل معاكم فطار، مش عارفه اجيب ايه. استنوني بقى لما افكر. حبايب قلبي قلت اعمل الفطار معاكم مش هكسل. قطعت بطاطسيتين وبتنجانه، وهنجيب جبنه وهنجيب بيض، وها كده الزيت اتقدح وهنقلي اياه، هنقلي البطاطس. من متى ما عملناش فطار معاكم يا حبايب قلبي؟ لما تحمر هوريها لكم. روح بتاع الشاحن يا جاني. استنوني بقى لما تحمر البطاطس ويكون جبنا البيض ويكون جبنا الجبنه، هوريكم العشوه جاي بفكر في العشاء. هوريكم الفطار بتاعنا. بصوا البطاطس عامله، شايفين البطاطس بتاعتنا مبيضه كده وحلوه بس طايبه. حالا نطلعها. هي البطاطس دي ما بتزيدش عن كده يعني، ما بتحمرش قوي. اهو بص الحلاوه. هخليها شويه برضك لما تسفر، بس هتبقى مقرمشه وحلوه وجميله. وعندنا هنا مقطعين فلفل وبجنجان، بتنجان يعني وفلفل. اهو شايفين. حالا نطلعهم. بصي شكل البطاطس كده، شايفين محمرة وشكلها عسل ومقرمشة. شايفين سامعين الصوت كده. هنحط ايه؟ هنحط البتنجان بتاعنا اهو. وشوية الفلفل بتاعتنا، عشان ما يحلاش الا باكل فلفل. لازم، مش هيحلى البتنجان والبطاطس دي الا بالاكل بتاع الفلفل يعني. لازم تاكلوا قرن فلفل كده عشان هي سبايسي كده، يديكي حاجه حلوه كده. وده البطاطس عجباني وريحتها خطيره. بص البطاطس عسل عسل مقرمشه وجميله. يحمر دول كده ونطلعهم التانيين. الزيت سخنه حالا، مش هكمل ثانيه، مش هكمل ثانيه والاكل هيطيب. بس احمد راح يجيب لنا بتاع البياض والجبنه. واستنوني يا حبايب قلبي. جبنا الجبنه، بص الجبنه وجبنا البيض. جبنا 4 بيضات هما، 4 بيضات. وادي البتنجان اهو بيحمر اهو. بص شايفين البتنجان اهو والفلفل. حالا نعمل البيضات حبايب قلبي كده. بص هطلع البتنجانات هما والفلفلات، ولا لسه شويه يحمر شويه لسه. يلا نعمل ايه؟ نعمل البيضات. نعمل احلى فطار من عند ام ادم النهارده. احلى فطار من عند ام ادم. استنوا نعمل البيضات وارجع لكم. كده خلصنا هالبتنجان البتنجان والفلفل، والبيض اهو بيطيب. ونطفي على العين كده وخلاص يا حبايب قلبي. نحط له حته ملح كده اهو، حته ملح اهو. شايفين
احلى اكل من عند ام ادم واحلى تنظيف النهارده. تعبت وهلكت اليوم اللي قاعده من الشغل، تنظيف وفرش وكنس وكله. كده البطاطس خلصوا، كده خلصنا حاجات جاي. جبنا البطاطس محمر. بص الاكله الجميله دي، ورايحين نجمر العيش. استنوني برضك اوريكم العيش. بنجمر العشات عشان كان في التلاجة، العيش كان في التلاجة مسجع، هنجمرهم كده يمين شمال. يدوب بس يشمشم النار. بص بقى طري. بص الاكل عسل يا اخواتي، عسل. كده 100 الفراخ الجمعية. احلى فطار من عند ام ادم يا حبايب قلبي. نرص السفرة بره واوريها لكم. استنوني. ايه رايكم كده في الفطار بتاعنا؟ بيض وجبنه وعيش وبطاطس والميه والساجع، وقاعدين ادينا هنفطر. لسه هنفطر، والتنظيف والفرش. يلا يا حبايب، سلام يا حبايب قلبي، سلام يا حبايب قلبي. ام ادم متبهدله، انا متبهدله. بص الطرحه عاملاه، مش قادره اربط الطرحه والله، بتخنقني. والجو حر، الجو حر موت. تعبت اليوم اللي قاعده في البيت اجازه، لازم انظف واعمل فطار واعمل اكل واشتغل في البيت كده. ويلا استنونا للعشاء، احنا لسه عملنا حاجه، لسه هنعمل العشاء. هنعمل ايه؟ بس احنا فطرنا وبنقعد عليها لحية العشاء، ما نعملش اكل تاني الا في العشاء ان شاء الله. استنونا للعشاء يا حبايب قلبي، سلام.